جماعة أنا هكمل 26 سنة السنة دي، وقررت إن أنا أعمل 26 حاجة أنا ما عملتهمش قبل كده في ال 25 سنة اللي فاتوا قبل ما أكمل ال 26. فقررت أعمل سيريز وهسميها 26 before 26. بس انا عندي مشكله، انا بفكر في السيريز دي بقالي كتير جدا. كل ما اجي افكر ايه الحاجات اللي انا عايزه اعملها او ما عملتهاش في حياتي وعايزه اعملها قبل ما اكمل 26، انا تعبت. انا كل شويه ارفع البتاعه دي وفي الاخر تقع، انا مش هرفعها تاني. انا كل ما اجي افكر في ايه الحاجات اللي انا عايزه اعملها قبل 26 او ايه الحاجات اللي انا ما عملتهاش في حياتي، طول ما انا بفكر، طول ما انا بقعد اخطط كتير وبقعد ابقى عايزه الموضوع يطلع بيرفكت، فكل ما ببقى overwhelmed وما بعملش اي حاجه، وبلاقي نفسي ان الموضوع معقد جدا، وان كل الافكار اللي انا عايزاها وكل الحاجات اللي انا عايزه اجربها عمرها ما هتتحقق، ولا هلحق اصلا ان انا احققها قبل ما اكمل 26. ولحد ما ادركت الموضوع متاخر شويه، انه انا مش لازم اسافر ال7 قارات يعني علشان اكون عملت حاجات انا ما عملتهاش قبل ما اكمل 26، او ايه الحاجات اللي انا عايزه اعملها قبل ما اكمل 26. ممكن تكون حاجات بسيطه ناس كتيره بتعملها في حياتها بشكل دوري، انا اللي مش بعملها، فهي جديده بالنسبه لي انا مبدئيا عايزه اعملها. اصل هو مين اللي بيقرر الليسته، ومين اللي بيقرر يقول الحاجات دي تنفع ان انت تعمليها قبل 26 والحاجات دي لا ما تنفعش تعمليها قبل 26؟ مين اللي بيقرر يقول الحاجات دي عاديه جدا، ومين اللي بيقول ان الحاجات دي فيري يونيك؟ مش لازم اصلا الحاجات تكون يونيك، انا اللي بقرر ده. دي حياتي انا، دي تجربتي انا، دي الحاجات اللي انا بعملها او عايزه اعملها او لا. وللاسف لما ادركت الموضوع ده ادركته متاخر شويه، لحد ما قررت ان انا اصور الفيديو ده دلوقتي وانا فاضل على عيد ميلادي. الحقيقه يعني انا مش عايزه ابص في الكالندر ولا اعد، لانه فاضل اقل من اسبوع. فحسيت الاحباط. بعدين قلت لا، هو مين اصلا برضو اللي بيقرر؟ مين اللي جاب الرول ان انا لازم اخلص كل الحاجات دي قبل ما اكمل 26 سنه، قبل يوم عيد ميلادي بالتحديد، قبل ساعه عيد ميلادي بالتحديد؟ ما انا ممكن اعمل اللي انا اقدر عليه واللي في ايدي دلوقتي لحد ما اكمل 26 واكمل بعدها عادي بقيه الحاجات اللي انا عايزه اعملها. مش لازم اقف يعني عند يوم عيد ميلادي، لانه قررت ان انا احتفل بعيد ميلادي مش يوم واحد، انا قررت احتفل بيه الشهر كله عادي، يعني شهر عيد ميلادي. فانا هاخدكم معايا في الجيرني دي. مش لازم تطلع بيرفكت، انا واخده بريك من يوتيوب ومن تصوير الفيديوهات عامه بقالي سنين كتير. مش لازم ان انا لما اجي ارجع بحاجه تكون بيرفكت، هرجع بالراحه واحده واحده. اللي انا هقدر هعمله وعلى حسب طاقتي. المونتاج اكتر حاجه بتستهلك مني طاقه ووقت، مش لازم الحاجه دي تبقى بيرفكت يعني. سنه هنزل anyways، علشان كمان ده يكون دوكيومنتيشن ليا لما اكبر ارجع له وابص عليه وافتكر الايام دي. انا الحقيقه مش مصدقه ان انا 26، العمر بيجري بسرعه جدا، فانا عايزه استمتع بالايام دي على قد ما اقدر. فتابعوا السيريز دي ان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انتوا كنتوا على يوتيوب، وتفعلوا الجرس عشان لما اجي انزل فيديوهات توصل لكم، ما تفوتوش اي فيديو من الفيديوهات دي. ولو انتوا كنتوا على فيسبوك او انستغرام او اي بلاتفورم تانية، اعملوا فولو، وبرده ما تنسوش تشغلوا النوتيفيكيشنز عشان توصلكم الفيديوهات دي لما انزلها، وتبقوا معايا في الجيرني دي خطوه بخطوه. ودي السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتي هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه. واستنوا سلسله 26 before 26.